قبل ما تتفرج على الفيديو يا زميلي لازم تعرف ان انا ما علقتش الى ماذا يرمز هذا الكليب، يعني ما قراتش الريفرنس اللي موجوده في الكليب على قد ما انا علقت على شكل الكليب، لكن مش الريفرنس اللي في الكليب. فاتمنى تكون واخد بالك من حاجه زي كده، علشان انا خدت بالي بقى بعديها بقى، انت فاهم؟ علشان كده بقول لك دلوقتي. فانا اسف يا اسطى والله، في فيديو الابيوزف جاي يعني. سلام بقى، اسيبك مع الفيديو انا بقى. انت لسه فاكر تنزل كليب دلوقتي؟ كليب متاخر جامد يا اسطى. الالبوم نازل يا اسطى، خلاص يا اسطى، احنا داخلين في سنه، ولا انت بتحاول تعاد علينا مش عارف. هو تحس انه كان بيحاول يدينا عاديه، بس مش ما لفقتش. زي ما انت شايف يا زميلي، مروان بابلو هبت معاه الساعه 1:03 بالظبط، او ممكن تكون جالي الشعار متاخر 3 دقايق. المهم يعني الساعه 1 هبت مع مروان بابلو ينزل كليب. عارف بقى الراجل ده كان فين بقاله قد ايه؟ انت فاهم؟ ما تعرفش هو كان نايم، كان في العب، ما تعرفش هو كان بيعمل ايه ساعتها. بس الراجل لما هبت معاه ونزل كليب، يعني يا ريته نزل حاجه جديده. فاحنا داخلين نشوف. فلايكك، سبسكرايبك، الحاجات الحلوه دي اللي بتفرحنا دي، والله العظيم بفرح بيها فشخ يعني. والله العظيم في فيديو تاني نازل، بس ده هينزل قبليه. يعني كان المفروض فيديو ابو يوسف لتراك سوري، انا عامل مراجعه كامله لتراك سوري، فعشان كده اخرت على التراك نازل بقاله 3 ايام، وهيقعد 4 ايام عشان ده هينزل قبليه. فانا بصراحه مش عارف الفيديوهات اللي بعملها دي وما بنزلهاش هيكون مصيرها ايه. فلايكك، سبسكرايبك، الحاجات الحلوه دي زي ما قلت لك. يلا بنخش في الفيديو على طول. بص يا زميلي، انا ما اعرفش بصراحه مروان بابلو بيفكر ازاي، ولا دماغه دي متركبه ازاي، ولا فريق العمل اذا كان عنده في اصلا فريق عمل يعني شغال على مين هينزل ايه وهتسجل ايه والمواعيد والحفلات والتراكات يعني ما اعرفش بصراحه اذا كان عنده تيم وورك ولا لا. بس يعني انت كنت فين يا اسطى؟ يعني كليب زي كده كان فين؟ يعني كليب لتراك اسمه مبدأ، اللي المفروض اصلا للالبوم اللي انت نزلته، اللي هو اصلا كان متسرب، اللي انا مسربه بنفسي. كان المفروض مثلا كنت تنزل كليب المبدأ في الالبوم او قبل الالبوم لتراك المبدأ كتشويقيه مثلا يعني انا هقعد اتكلم كتير، انت خدت بالك؟ فاحنا ندخل نشوف الكليب لان احنا عارفين التراك، فندخل نتحنك على الكليب بقى ونشوف هو ايه بيعمل ايه. وبصراحه انا شايف قدامي حاجه حلوه يعني. مبدئيا كده اول مشهد كده انا شفته بصراحه 5 ثواني يعني، القت نظر بس. فندخل نشوف بقى الكليب بيقول ايه. هو ده بصراحه المشهد اللي انا شفته. بس مين كوانتم اللي عامله الكليب دي انا ما اعرفهاش، بس بصراحه يعني شكلهم ناس محترفه برضه يعني، عشان الكليب شكله حلو قوي. تاتا وخد معايا الكلمتين دول. انا مش جاي اقطع في مروان بابلو، انا بحب مروان بابلو جدا وبحب تراكاته قوي، وخصوصا المبدأ اللي هو اصلا منزل له كليب. يعني انا اصلا كنت قايل على التراك ده ان لو انت كنت شايف ان الالبوم وحش، فالتراك ده بالالبوم كله اللي مروان بابلو نزله ده وقت ما نزل الالبوم. فانا بحب تراك المبدأ مبدئيا يعني، وتراك المبدأ عندي بصراحه رقم 1 في الالبوم بتاعه كله. وبصراحه مفيش تراك تاني من ناحيه الالبوم اللي هو نزله اللي فيه المبدأ يقدر ينافس المبدأ، من البيت، من الفلو، من بابلو نفسه. انت يعني كل حاجه فيه حاسها قوي متكامل، حاسه اكتر تراك متكامل من الالبوم اللي مروان بابلو نزله. والكليب ده بصراحه انا شايفه جاي متاخر. معرفش بقى اذا كان مروان بابلو ممكن اصلا الكليب ده يكون نزل غلطه، انا مش عارف اذا كان هيتمسح يعني ولا لا. بس يعني الكليب حلو، بس مش عارف ليه ملمس معايا على حاجتين. اولا فيلم ماد ماكس، وفيلم ماد ماكس بصراحه حاسس انه واخد من الروح الفيلم شويه، اللي هو الستايل، العربيه، اللبس، انت فاهم؟ حتى المكياج. يعني انا ما خدتش بالي اصلا من ريفرنس، ما اكدبش عليك، من ريفرنس من البارات اللي هو بيقولها معكوسه في الكليب. انا واخد بالي من حاجه غريبه بس مش عارف افسرها، ما اكدبش عليك يعني. انا واخد بالي من لما في كراتين بتبقى وراه، في مشهد كده في كراتين بتبقى وراه مرسوم عليها ورده. فانا ما اعرفش الورده ممكن ترمز لايه بالنسبه لمروان بابلو، لكن كان ممكن اعرفها لو بترمز لفانديتا. يعني لو لفانديتا 9 فانا كنت ممكن اقول لك ده رمزه الورده وهكذا. لكن بصراحه ما اعرفش بالنسبه لمروان بابلو الورده بترمز لايه. ده غير انه ملمس معايا برضو على مسلسل خلصانه بالشياكه بتاع احمد مكي وشيكو وهشام ماجد يعني، وباينه قوي بقى يعني. بالنسبه للمسلسل خلصانه بالشياكه، فخلصانه بالشياكه مركز على اي حاجه ممكن تحصل على قد ما كان مركز على الاجواء بتاعه العالم ساعتها اللي كانت موجوده، والازياء وهكذا، واللي كان بيحصل عامه هم كانوا بيعملوه ازاي. المفروض ان احنا كنا بنعمله دلوقتي، هم كانوا بيعملوه بس بطريقه يعني بعد تدهور العالم، بس بطريقه كوميديه. مش عايز اشرح اللي كان بيحصل في المسلسل عامه، بس هي فكره الستايل يعني. الستايل كان بارز قوي في المسلسل ده بقى يعني. انت لو هتتكلم عن ناحيه ماد ماكس،
ماد ماكس كان فيه اكشن كتير قوي مستدرج عينك بمعنى اصح، يعني مش هتاخد وقت انك تركز اذا كان حواليهم مشاهد، حواليهم حاجات اشكال، فانت تشوف وانت بس شايف الروح اللي موجوده في الفيلم، فمش مركز قوي يعني مع الستايل. لكن الستايل باين قوي في مسلسل خلصانه بالشياكه. انا بالنسبه لي عادي، يعني كليب حلو وتصويره ومونتاجه وفكرته عامه حلوه، بس انا ما فهمتش ريفرنس كتيره، يعني مفيش بس غير ريفرنس كده برضه في الاخر، في اخر الكليب كده مروان بابلو لما يقول لك في ناس مسحوله لاجل اللايك، ناس على التيك توك، ناس على اللايف. الحته دي ايوه يعني هو بيكون واقف قدام اتنين واقفين ماسكين تليفوناتهم، واللي هو كبسوا لايكوا والحاجات دي كلها يعني. فدي ريفرنس كانت واضحه قوي. وبالنسبه للريفرنس الورده انا ما اعرفهاش، فاتمنى لو حد عارفها يقولوها لي تحت في الكومنتات، يعني اكون شاكر ليك جدا. بصراحه الكليب حلو، ومش عايز اقول لك ان التراك وحش، او مش عايز اقول لك ان الكليب وحش فضيع المجهود اللي حصل فيه كله. يعني بمعنى اصح انا لما اجي اقول لك على الحاجه دي وحشه، يعني بمعنى اصح الحاجه دي ما ناسبتنيش. ده لو بعد كده يعني بكلمك بعد كده، انا لما اجي اقول لك الحاجه دي وحشه فهي مش مناسبه ليا، يعني ممكن تكون مناسبه للغير، ممكن الغير يكون شايفها حلوه، او ده الطيب بتاعه المفضل من حاجه كان بيشوفها وبيسمعها، على العكس يعني انت فاهم. فانا مش عايز اقول لك وحشه عشان ما اخربش المجهود اللي حصل في الكليب، لان الكليب فعلا حلو. انا شايف الكليب حلو قوي، بس ممكن تكون الحته اللي هو زي ما قلت لك اللي هي الستايل بتاع مسلسل خلصانه بالشياكه او ماد ماكس، فيلم ماد ماكس، دي اللي ممكن تكون قافلني سيكه منه، يعني حاجات من اللي ممكن تقفلني من الحاجه اللي بتفرج عليها مهما كانت جامده وفتاكه ومتعوب عليها وهكذا. ممكن تكون اللي بيزعلني فيها شويه انها ممكن تكون واخده من فكره او من روح حاجه تانية، بس متنفذه بطريقه مختلفه تماما. فانت بتبقى خدت الفكره كلها بمعنى صح، وعرفت هي متاخده من ايه، او عرفت هي يعني بمعنى صح روحها جايه من الفكره بتاعتها مثلا جايه من ايه، فانت بتبقى عارف الفكره. انا بالنسبه لي حاجه زي كده بتقفلني. يعني عندك مثلا تراك زي بربري المفروض متصور، يعني الكليب عامه تحس انه متصور في جراج بس فوقهم شاشه كبيره، والشاشه دي عامله زي المخبأ بتاع باتمان في فيلم ميد نايت تقريبا، نايت مير ميد نايت، فاكر الجزء قوي يعني مش فاكر الاسم قوي. فدي كانت قفلاني، مع ان الكليب كان جبار، الكليب فعلا كان جبار، والمخرج كمان كان مبدع في الاخراج وفي الترانزيشنز، كل حاجه حرفيا. اما الكليب ده على قد ما هو جامد وفتاك، بس على قد ما حته اللي هو الشاشه الكبيره اللي هو باتمان انت فاهم. وحتى يعني عارف حتى كانت وقفه مروان بابلو وقفه هادي ساعتها كانت على العربيه، كانت شبه مشهد شويه في الفيلم، فدي اللي كانت يعني انت فاهم مزعلاني سيكا. لكن انا كنت شايف الكليب جبار. لكن كليب زي الغابه هو واخد ريفرنس مشهد من فيلم احمد زكي، علشان معنى صح يوريك انه قتل الشخصيه القديمه او اللي كانت مرتبطه بحاجه قديمه فقتلها، او قتل الشخصيه اللي كانت مصاحباه زمان، اللي هو بمعنى صح انت اكيد عارفه يعني اللي هو مولوتوف. فجاب لك نفس العربيه وجاب لك نفس الهدوم. ففي المشهد ده عامه هو قلده فعلا بالحرف بالنص، حرفيا قلد المشهد ده بالنص، بس كان يقصد بيه حاجه. وبقدر السمعة المطلوب تحقيقها كان يجب أن يكون هناك عمل عنيف قاس له دوي قصدت أن أصنعه وحدي بدون شريك. ولكني أيضا أعترف بأنني الآن أدرك أن قتل المعلم بسيوني كان فعلا محببا إلى نفسي طالما تقت إليه. وهكذا تحول الوديعة مدبورة. مش عايز اقول لك تقليد علشان برضو ما اقللش من العمل او من المجهود المبذول، يعني انا بخاف قوي من مصطلحاتي العشوائيه. الحاجات دي بعملها والله العظيم ان سكريبتد ايوه تقريبا ان سكريبت مش مكتوبه يا استاذ، فانت فاهم. فانا بطلع اقول رايي، فشئت ابيت هذا رايي وعليك ان تتقبله وتقول لي رايك تحت في الكومنتات. انت شفت الكليب ازاي؟ هل الكليب عجبك؟ انت فهمت ايه من الكليب مثلا، من الريفرنس اللي ممكن تشوفها؟ ميعاد الكليب نزل متاخر، هل مناسب بالنسبه لك؟ هل دي مثلا حاجه حلوه انك انت مستنيها البابلو؟ وهكذا. يعني عايزك برضو تلاقيني تحت في الكومنتات تقول لي ايه الايجابيات وايه السلبيات. فبس يعني هو ده كل الفيديو. يعني المفروض ان بابلو عشان ما نزلش حاجه جديده، فاحنا مش طالعين نتحنك على التراك، لان التراك من المفضلين عندي اصلا وانا حافظه، فاحنا طالعين نتحنك على الكليب. فبس يا زميلي في فيديو لأبو يوسف نازل ما تنساش والله، يعني هو كان المفروض ينزل امبارح، يعني امبارح اللي هو يا نهار لفه طويله، وانت والله العظيم حبك والله العظيم. يا سلام زميلي نسأل عن المدى وادي المدى خدوا فيه.